بسم الله الرحمن الرحيم. معكم الباحث محمد علي كمال، باحث في الوثائق والمقتنيات الخاصة للأسر الحاكمة وحكام الكويت. اليوم مشارك في ملتقى الفنون الإسلامية. طبعا هذا الملتقى يصير كل سنتين، مرة يصير على المصاحف الإسلامية المذهبة اللي أشارك فيها، ومرة صار للمنسوجات أيضا الإسلامية الجميلة، وهالسنة صار للمعادن بمناسبة الكويت عاصمة الثقافة الإسلامية. مشارك في القطع والفازات اللي فيها نحت والطريقة الإسلامية أو النحت الإسلامي الجميل أو الفنون الإسلامية. منها بعض الفازات، ومنها بعض العلب والتحف القديمة، ومنها بعض الخناجر الهندية أو المغولية، ومنها بعض السيوف الدمشقية سواء كان مستقيم أو المايل، تقريبا 400 سنة. عندنا أيضا مشارك في سيف أسد الله أصفهاني الشهير المعروف، تقريبا عمره من 600 سنة إلى 650 سنة، ويعتبر من النوادر السيوف الإسلامية الجميلة اللي تهاتفون عليها المتاحف. مشارك في بعض الخناجر المهاتري المغولي خارق الدروع، أيضا واحدة من الفضة والثانية من الذهب، تقريبا 200 إلى 250 سنة تقريبا. وأيضا ما ننسى الاكسسوارات الجميلة العربية أيضا اللي ذات النقوش الإسلامية الحلوة، منها الفن المغربي الجميل، ومنها الاكسسوارات الجميلة من الذهب والفضة العمانية واليمنية، والخناجر أيضا العمانية اللي مرصعة بالعقيق. أيضا مشارك في الخناجر العمانية الجميلة، منها الفضة ومنها المذهبة، وطبعا كثير من المقتنيات النادرة تشوفونها في المعرض القديمة. أيضا في اكسسوارات الهندية، ما نسينا الفن الهندي الجميل اللي فيه نقوش أيضا الإسلامية، منها الفن الهندي، منها الفن الأندونيسي، أيضا تاج من أندونيسيا اللي يلبسونه الوجهاء قديما، ومرصع بالفيروز والمرجان. الفن جميل،
وطبعا تقاليدنا وعاداتنا الإسلامية الجميلة موجودة بالفن والزخرفة، سواء كانت بالمصاحف، سواء كان بالمنسوجات، سواء كان بالمعادن أيضا. والمعرض هذا طبعا تميز لأن بالمعادن، وأساتذة جايين من برا يطقون ويطرقون بالمعادن الجميلة هذه. الفن تشوفه قدامك تحفة، ونتمنى طبعا من الأطفال أو الأولاد يجون يشوفون الفن الإسلامي هذا ويتعلمون أصول الفن الإسلامي وزخرفه، لأنه فن رائع جدا أصيل جميل. وطبعا كثير من المقتنيات أنا جايبها هني من نوادر المقتنيات، تعتبر بعض المقتنيات أيضا جايبها الفازات والفضة المنحوتة نحت أو نقوش إسلامية اللي كانت في قصور الكويت قديما، واسترديناها طبعا جبتها من بعد سقوط صدام حسين. فجبنا كثير من الفازات والمقتنيات هذه اللي فيها النقوش الإسلامية الجميلة، منها كان في قصر السلام، ومنها كان طبعا بعض القطع اللي كانت في قصور الكويت القديمة، منها مثلا قصر المسيلة. ففي بعض القطع ايضا مثل علبه مهداه من شاه ايران الى المغفور له حاكم الكويت صباح السالم صباح. عندنا قطع عليها شعار الدوله لكن هي اصفهانيه النحت والشغل الجميل الاسلامي، بس عليها شعار الدوله سنه 62. من قطع ايضا مشاركين فيها فازات جميله بحجم الكبير ايضا عليها نقوشات اسلاميه جميله. طبعا انا يعني انصح كثير يسالوني ان التحفه القديمه 100 سنه 150 سنه ننظفها ولا لا. انا من رايي كصاحب متحف خاص ان القطعه تخليها على حلتها الجميله. اذا كان يبي لها ترميم مثلا ترمم، اذا كان فيها كسور تعدل، لكن تنظفها بالمنظفات الجديده هذه الكيماويه وتكون براقه وراحت عوامل الاكسده عليها والقدم، تكون كانها قطعه حديثه الصنع. وهذا ما ايده نهائيا، لان القطعه تكون حالاتها بجمالها ومار عليها القدم عوامل الزمن مثلا، ويصير لونها طبعا اسود او متاكسد اكثر، خاصه القطع اللي انا مشارك فيها اكثرها فضه او الفضه المذهبه. ونلاحظ اكثر القطع اللي انا موجوده ايضا عندي فيها ختم الصانع او المهر مثل ما يقولون. اسفل كل قطعه تلاقي مهر او مهرين او 3 مهور للصانع، وهذا كان اول تقريبا دائما يسوونها، يخلون القطعه لما يخلص منها تقريبا شهر او شهر ونص يشتغل فيها، او لو حتى اسبوعين او 3 اسابيع، طبعا يختمه من الاسفل ختمه الخاص فيه، أو سواء كان كل حقبه او كل زمن له طبعا صانع معين معروف. والختومات هذه وايد مهمه وتزيد من سعر القطعه وخاصه التحفه. يعني عندنا مثال على ذلك القطع الاصفهانيه هذه لها ختومات ناس معينه معروفه، وخاصه واغلبا تصير 3 ختوم او ختمين من الاسفل. عندنا مثلا سيف اسد الله اصفهاني عليه ختمه شاه ولا، انزين من السيوف الشهيره جدا والنادره، عمرها تقريبا 600 سنه، وموجوده ايضا بمتاحف العالم، منها متحف في المملكه العربيه السعوديه يقتنون جدا سيوف اسد الله اصفهاني، من السيوف الشهيره جدا. طبعا لما يكون السيف له مهر معين يزيد سعره ايضا، اذا ما كان له مهر معين او مثل بصمه له يقل السعر. هني عاد مشينا في عوامل الزمن، اذا كان تقريبا 300 400 500 سنه، كل ما تكون القطعه قديمه كل ما يزيد سعرها اكثر. طبعا كثير من القطع مزوره او ان يسوونها كطريقه التعتيق ان كانها قديمه، لكن احنا كخبره عبر الفتره هذه كلها، وعندنا ما بين الاصلي وعندنا ما بين المزور او ان المقلد، نقدر نميز بين القطعتين على حسب المعدن وطريقه القدم. طبعا التعتيق يبين، نقدر نصيده على طول. عوامل الزمن والاكسده هذه هم ايضا تبين. الختومات تزيد من القطعه وتزيد القطعه ان تكون هل اصليه او كوبي. هذه من الامور المهمه جدا. انا يعني كثير يوني ناس اقول لا تنظف القطعه اذا كانت قطعه اثريه
لا تحط عليها المواد الكيماويه الموجود مثل البراق او غيرها اللي تنظف القطعه هذه وتصير كانها قطعه جديده، لان الفضه اذا نظفتها ترجع تصير بيضة بسرعه وتصير كانها قطعه جديده. انا لا اؤيد، لان لما تكون مار عليها عوامل الزمن ومتاكسده افضل واجمل، وخاصه للعرض وللمتحف وللمعارض سواء كانت بالكويت او خارج الكويت، ان يشارك فيها كقطعه غير ملموسه افضل.